ايه اللي بيخلينا نتصاب؟ طبيعي دايما على طول في منافسه، يا اما منافسه مع نفسك يا اما منافسه مع حد تاني. لازم تكسر الرقم اللي انت بتعمله، سواء جري انت لازم تبقى اسرع، سواء اوزان لازم تشيل اكتر، ايا كانت الرياضه ايه. فعشان تكسر الرقم اللي انت جايب اخره ده لازم بتحمل على عضلاتك وتحمل على مفاصلك وعلى اوتارك. فدي النقطه اللي دايما او في اغلب الاحيان بيحصل فيها الاصابه. في ناس بتضغط على نفسها وبتشيل اوزان زياده ولكن مش بيحصل لها اصابه. في ناس تانية ممكن تبقى مواظبه على الرياضه، ثابتين على نفس اللي هما بيعملوه، مش بيضغطوا على نفسهم او مش بيحملوا على عضلاتهم ويحصل لهم اصابه. في حاجات بتبقى خارج عن ارادتنا كتير، زي الجينات وزي خامة جسمك، خامة عضلاتك، خامة مفاصلك، خامة أوتارك. دي حاجة أنت مش بتتحكم فيها. إيه اللي في إيدينا نتحكم فيه؟ تتمرن بطريقة آمنة، بقى عارف التمرين ده بتعمله إزاي بطريقة كويسة عشان ما تتصابش، إزاي تبتدي تأبجريد وتطلع بالليفل بتاعك واحدة واحدة عشان ما تتصابش، تكون بتسخن كويس جدا وبتعمل استرتشات كويس جدا عشان ما تتصابش، تكون بتعمل ريكفري، يعني الراحة جوه التمرين والراحة ما بعد التمرين، والأكل اللي هتاكله بعد التمرين عشان تعمل ريكفري كويس لعضلاتك واوتارك ومفاصلك.